السلام عليكم أصدقاء شريط السينما في حلقة جديدة. وفي حلقة قصيرة النهاردة حبينا إن احنا نتكلم عن واحدة من أحب الشخصيات، شخصية كل واحد فينا له ذكرى معاها في طفولته، ولحد دلوقتي الأطفال لسه بتستناها وبتحبها بشغف، وهي شخصية مستر بين. وتعالوا بينا ندردش شوية حوالين الشخصية المحببة دي، ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. وقبل ما نتكلم عن الشخصية تعالوا بينا الأول نتعرف على مقدم الشخصية، وهو النجم الإنجليزي روان أتكنسون. هو في الأساس ممثل ومؤلف ومنتج وكمان سيناريست، يعني متعدد المواهب. وظهر أتكنسون لأول مرة من خلال سكتش كوميدي كان بيقدم ما بين عامي 79 ل 82، ده غير مشاركته في المسرحية الهزلية الخط الأزرق عام 96. وبعد النجاحات المتعددة من خلال مسيرته المهنية قدر انه يثبت نفسه، وكمان بقى واحد من افضل 50 ممثل كوميدي في تاريخ بريطانيا. وطلع علينا النجم روان أتكنسون من خلال تقديم اكتر من شخصيه زي جوني انجليش، وكمان الشخصيه الاشهر واللي هنتكلم عنها النهارده وهي مستر بين. وبيقول أتكنسون انه ابتكر الشخصيه دي في الاساس من خلال دراسته لماجستير الهندسه في جامعه اكسفورد. وبيقول كمان ان الفكره كانت بتعتمد على خلق مواقف كوميديه من خلال رجل بيتصرف كطفل. والكلام ده بيتم في قلب الحياة اليومية ما بين شغله لبيته وحتى في الطرق العامة، وكل ده كان بيحصل من غير ما ينطق بولا كلمة. وتعمد انه يولد الكوميديا من خلال الاحداث والتفاعل مع الاخرين. Just one big bow, then the throw. Okay, so one, then. واستمد الفكرة من خلال نجمه المحبوب جاك تاتي، ويعد واحد من ابرز نجوم السينما الفرنسيه. بعد عرض المسلسل اللي كسر الدنيا واستمر ما بين عامي 90 ل 95، لدرجه انه حرفيا ما كانش فيه بيت ما بيتابعش حلقات مسلسل مستر بين، ووصلت لدرجه ان احد الحلقات تجاوزت نسبة مشاهدة تعدت ال 15 مليون. وبعدها حصل المسلسل على أكتر من جايزة عالمية، وكمان بيعت حقوق عرضه لأكتر من 245 دولة، وتحول بعدها لمسلسل كرتون وكمان فيلم من جزئين بيحملوا نفس الاسم. وعن اختيار اسم الشخصية بيقول أتكنسون إن كان في أكتر من مقترح وكلهم بيدوروا حوالين أسماء الخضار زي مستر كوليفلور واللي بتعني السيد أرنبيط، وفضلوا على كده لحد ما استقروا على اسم السيد فاصوليا او مستر بين. وبيقول انه استمد بذرة الشخصية في الاساس من خلال شخصية شهيرة كان اسمها مستر هولو، واللي كانت بتجسد قديما في السينما الفرنسية. وبيكمل حديثه بان احد ملهميه كان النجم الابرز تشارلي تشابلن، واللي كان بيتكلم على اي حدث جاد باداء هزلي. وبيقول أتكنسون انه كان مبهور جدا بشخصية جيمس بوند، لدرجة انه ظهر ضيف شرف في احد الاجزاء عام 83 مع النجم شون كونري. وحاليا وبعد ربع قرن امتعنا فيها النجم روان أتكنسون بتقديمه لاداء شخصية مستر بين، بيعتزل ظهور الشخصية باداء اخير كان عام 2015. وبكده تكون خلصت حلقتنا القصيرة زي ما ذكرنا. ولو عجبتكم الحلقه يا ريت ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان ما تنسوش انكم تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقيها موجوده في اسفل خانه الوصف. ويا ريت كمان ما تنسوش انكم تدعمونا بلايك وبشير، وكمان ما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.